رئيس مجلس وزراء جامعة الدول العربية أمس وعد بتقديم مساعدات للصومال، والصومال يحتاج إلى مساعدات. ما هي نوعية هذه المساعدات حسب علمك؟ أنا لم أشارك في الاجتماع الذي تقول، ولم أسمع قبلك بهذه الوعود. لا فائدة في وعود لا تنفذ. عندما نتأكد من هذه الوعود ومن جديتها وصدق تنفيذها، حينها سنقول رأينا. سيد الرئيس، ماذا تنتظرون من العالم العربي والإسلامي؟ عالم العرب وحنا نقول داونا هي أفريقيا 8 سنوات بربر هي دجال سكية كله. العالم العربي يتفرج على مصائب الصومال منذ أكثر من 14 عاما. كل ما تم من محاولات للمصالحة بين الصوماليين وما قيم به من مجهودات لإعادة بناء الدولة لم تكن فيه يد ملموسة للعرب. من ساعدناهم دول الإيجاد والمجتمع الدولي، وما كنا نتوقع أن يتعامل العرب معنا بهذه الطريقة، لكن هذا هو واقع الحال. وأمام العرب فرصة أخيرة لتصحيح أخطائهم. الصومال بلد عربي مسلم، وأيا يكن الأب الذي ننتسب إليه، فنحن عضو في جامعة الدول العربية وفي منظمة دول شرق إفريقيا الإيجاد، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي. على العرب أن يحاسبوا ضمائرهم ويأتون بأفكار من أجل مساندتنا في بناء الصومال ولما يخدم وحدة أراضي. أما إذا كانوا عاجزين عن ذلك فسأقول لهم الله معكم، وكل واحد يعرف في نهاية المطاف أين هي مصلحة بلده. يقال بأنك غربي التوجهات والفكر، وهذا ما جعل الحكومات العربية وجامعة الدول العربية تعزف إلى حد ما عن دعم حكومتكم. أليس العرب كلهم في جهة الغرب؟ وأنت إذا كنت من بلدان المغرب فأين هي تلك البلدان؟ نحن جميعا شئنا أم أبينا تحت سيطرة الغرب. ما العمل؟ هذا هو قدرنا في النهاية. العرب لن يقدموا لنا أي شيء. هل يريدون منا أن نستكين ونبقى جالسين في انتظارهم إلى ما لا نهاية؟ هل يمكن مثلا أن يكون ضمن خياراتكم الارتماء في أحضان إسرائيل؟ إسرائيل لا، وإن كانت هناك دول عربية لها علاقات مع إسرائيل، أما نحن فلا.